تطارده الألقاب كلما تقدم عمره. لقب بالصغير المكير ومارادونا الهلال والشلهوب الموهوب. صاحب الرقم 10 أحرز أكثر من 10 بطولات مع الفريق الهلالي. محمد الشلهوب النجم الخلوق يحظى بتكريم هو الأول من نوعه على صعيد اللاعبين من قبل اللجنة العليا للتدقيق والاختيار والترشيح بموسوعة التميز والحضارة العالمية. بالنسبة للجائزة التميز والحضارة حصلت عليها قناة الجزيرة عام 2010 كأفضل قناة إخبارية عربية. موسوعة التميز والحضارة الحب أذكر إن هي من ضمن 19 جائزة عالمية معتمدة حول العالم وترعاها الأمم المتحدة. يعني بدي أعطيك أمثلة، مثلا الجوائز العالمية ما هي كتاب أو هي مجلة، هي عبارة عن مثلا جائزة جونغور، جائزة نوبل، جائزة الأوسكار، هذول هم 19 جائزة. الآيزو إحنا ضمن هذه 19. فأي عمل منقوم بتكريمه من خلال الموسوعة يجب أن يكون ضمن معايير الأمم المتحدة. اللجنة منحت الشلهوب شهادة التميز وهو أول رياضي يحصل عليها، وقد عرف عن الشلهوب الذي يبلغ من العمر 34 عاما أخلاقه العالية التي فرضت احترامه على جماهير جميع الأندية السعودية وليست الهلالية فقط. لاعب قضى ما يقارب 10 سنوات في الملاعب السعودية، لم تذكر له حادثة سلبية واحدة ولا حتى بطاقة حمراء. وأذكر أنه مرة من المرات أخذ بطاقة صفراء في أحد المباريات وغير مستحقة للأمانة، وعملنا له احتفال هنا في النادي، جبنا له تورته وكعكة عليها كرت أصفر لأنه كان حدث نادر الحدوث يعني. الحمد لله والشكر لله أني حصلت على جائزة التميز من موسوعة التميز والحضارة العالمية. طبعا أشكر الأمير عبد الرحمن على ثنائه يعني علي في المؤتمر، شيء كبير وبكل أمانة وسام على صدري. أشكر الأمين عام الأستاذ أسامة الطوري على أن منحني هذه الجائزة. حقيقة شرف كبير لي وأنا أعتز وشرف فيها، وأكيد أني ما راح أنساها ما حييت. سيرة ذاتية مميزة امتلأت سطورها بين أخلاق رفيعة وتاريخ مرصع بالبطولات والإنجازات، جعلت هذا اللاعب مطاردا من قبل الألقاب والتكريمات من كل حدب وصوب. مساعد المحمود، الجزيرة الرياضية، الرياض.